كم كان عمرك لما عرفت انك تقدر تكون تحت عرش الرحمن بهذا الدعاء؟ نتقرب الى الله ونتشارك المعرفة في هذا الحساب. متابعة وانشر المقطع لكل اللي عندك، ولا تنسى أن من دل على خير فله مثل أجر فاعل. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. تخيل معاي اللي ما عندك مشكلة تدخل الجنة وفي أي مكان، أكيد النجاة من النار هذه لحالها فوز، لكن أنت تعبد الله عز وجل الكريم، فأطلب الله عز وجل دائما الفردوس الأعلى. وتكفى لا تقول لي كلها نفس الشيء. لو أجيب لك 1000 ريال و100 ألف ريال يعني بدون ما أخيرك كلنا عارفين إيش بتاخذ. تخيل لو المبلغ هذا اللي بعطيك إياه بتعيش فيه كل حياتك وفوقها حياة أبدية، صدقني ما راح تدور إلا أعلى مبلغ. وهنا أنت طالب شيء أعظم من كل المبالغ وكل الدنيا بما فيها، فأرجوك لا تستهين بهذا الموضوع. والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. تخيل إنك بالمنزلة التي تلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وفوقك عرش الرحمن. المزايا هذه كلها ما يقدر يوصفها أي وصف بهذه الدنيا، حتى كلمة VIP ولا شيء. دائما اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. كل ما تذكرت الجنة يا رب الفردوس الأعلى. ويعني لو ودك يعني نكون أنا وأنت مع بعض، يعني شوفوا أنا ودي الصراحة، بس إذا أنت ودك يعني ما بغصبك. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم وتحت عرش الرحمن. جزاكم الله خير الجزاء وبحفظ الرحمن.